ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تركات فوتوشوب. النهارده معانا فيديو شرح لسؤال اتسأل لي قبل كده، يعني ازاي نعمل ثامبنيلز زي الشكل ده. فانا النهارده جاهز عشان ارد على السؤال ده، وعشان برضو اشرح لك فكرة الثامبنيلز بتتعمل ازاي بطريقة بسيطة خالص. طب مبدئيا احنا ممكن بس نشيل الكاميرا فلتر في الاول، نبدأ نحلل الصورة اللي قدامي دي فيها ايه. انا عشان ابدأ افهم الديزاين اتعمل ازاي لازم احلل الصورة دي جواها. فانا ممكن اعمل مثلا كده. طيب، اول حاجة انا عندي هنا الكاركتر بتاعي عادي، شخص طبيعي هنا، ماشي. وفي وراه إضاءة، يعني زي أنا شايف إن في نص دايرة كده، يعني حاجة زي إضاءة وراه. هنا في المنظر بتاع الصورة اللي هو حاططها، اللي هو الصورة بتاع فانشو بوينت دي، والكلمة، وخلفية في زي في جريدينت كده، أو يعني في تموج في الألوان، واللوجو. ده الموضوع ببساطة. طيب أنا دلوقتي هوريك اللايرز ذات نفسها معمولة إزاي عشان نشوف برضه الموضوع مع بعضين. أول حاجة دي لاير اللوجو. اللوجو بتاعي طبيعي، كلمة فانشنج بوينت أوريك أنا عملتها إزاي. ممكن مثلا نعمل كده، نكتب فانشنج بوينت، مثلا هو الخط اسمه بكرة، هو الخط اسمه كده مثلا، ماشي. عامل جريدينت، عامل دروب شادو قصدي، بلون أزرق غامق كده، ديستانس دي كده. غالبا أنا عامله كده صح؟ اه بالظبط، هو تحتيه. وكل اللي بعمله بعد ما أخلص الحوار ده، بدوس كليك يمين، بعمل سكيو عشان أرفعه سيكة كده أو أنزله، أو يعني فاهم كده بالطريقة دي. إن هو مثلا أنا عاملها هنا، أنا برضه عامل سكيو بس يعني بميل شوية. طيب دي برضه نفس الصورة اهو، وليها دروب شادو. صورة الكاركتر، الكاركتر بتكون بتمر بكذا مرحلة. بتمر بمرحلة الريتاتش، انت تعمل ريتاتش للصورة، الدوج بيرن شرحناها في فيديو قبل كده، والإضاءات اللي حواليه والرسومات اللي في الشعر والكلام ده كله. بس الموضوع ده متطور شويتين تلاتة، يعني أنا ذات نفسي أخد مني وقت كبير على ما وصلت لمرحلة زي دي، سواء بتعبي أنا أو بتعب صحابي ذات نفسهم. إن أنا فاهم اللي هو الموضوع اتقسم، واحد عمل لي ريتاتش، واحد عمل لي رسم للشخصية، واحد رسم لي الإضاءة كده، فاهم. فواحدة واحدة على ما توصل لمستوى زي ده، وأنا برضو مع الشرح مرة على مرة هقول لك بنعملها إزاي. طيب هنا في الإضاءة متوزعة عادي، اللي هو فاهم يعني مغمق حاجات، دي كلها بتتعمل مثلا بكاميرا فلتر قشطة، فاهم. إضاءات اللي هو كأني مثلا لو عملت كده مثلا كده، جبت لاير مثلا دي، عايز لون أفتح شوية، مثلا فلو كده، فاهم، مثلا كده كده مثلا، أعملها مثلا دوت جن بين، أعملها أي مود أنا عايزه. فاهم الفكرة دي، بس الفكرة اللي نفس الحوار هنا برضه، إضاءة أخف مش عارف إيه، توزيع مختلفة. دي برضه إضاءة عادية خالص ورايا، لو مثلا أنا خفيتها كده عملتها كده، معمولة بالأبيض بس، فاهم نفس الفكرة، إضاءة نفس إضاءة بس عادية ورايا. هنا بقى الصورة دي أنا بعملها بطريقة تانية شوية. هي أولا الصورة دي عاملها نفس الفكرة بتاعت التكست. عاملها إزاي؟ أنا في التكست ده عملت سكيو، أنا بعمل برسبكتيف، بعمل كنترول تي وأدوس كليك يمين، بعمل برسبكتيف، وأروح ساحب دي لجوه كده شوية، عشان تعمل كأنها فاهم يعني واخدة ايدج، إنها طالعة كده من ورايا بطريقة معينة. نفس معمولة هنا، بنش كمان برضه مش محطوطة بالظبط كده، لا محطوطة بميل شوية. بس ده كل الحوار. عامل ستروك عامله انسايد عشان يبان كأنه فريم كده للحوار، ودروب شادو، ومعمول كده بالشكل ده. دي لابس عادية خالص يعني، فاهم. لو أنا عملت كده لونها أبيض بس، وحطيتها ورايا، ده اللي أنا عاملاه أوتر جلو كمان بس. هنا برضه نفس الحوار، إضاءات تاني، كلها لعبة على الإضاءات، يعني كل الثمانية بتاعت اليوتيوب بتلعب في الإضاءات، سواء إضاءة الخلفية أو إضاءة الشخص ذات نفسه. هنا بقى الخلفية فيها السنة دي، التكتشر دي هي اللي عاملة مدية روح للحوار مش أكتر.
انا مثلا عملت لك كده، هي دي التكتشر. اي بنك التكتشر انت تختار من فري بيك او من اي موقع ذات نفسه، اهم حاجه تكون شكلها سيمبل كده وبسيط. واخر حاجه او يعني اهم حاجه بحطها بكون عامل الواسي بتاعتها مثلا لو رجعت 10%، فاهم اللي هو يعني هيفا خالص. والخلفيه عاملها غامقه، ما ينفعش يعني مثلا، ما ينفعش من الغلطات الكبيره اللي ساعات بشوفها. انت مثلا دلوقتي انت عندك الشخص فاتح يعني منور شويه والتكست ابيض واللوجو ابيض والخلفيه فاهم كل ده ابيض، راح عامل خلفيه كده، فاهم مش نافعه. الفيديو اللي عملناه ريكاب بتاع ازاي تختار الالوان، كان لازم دايما اختار لونين اساسيين مع بعضيهم، لون واغمق منه شويه. فاللون ده لا لايق، ده كده لايق اكتر يعني كده انا مغمق، فانا باين صح واللوجو باين صح وكلمه باينه صح. فدي كل الفكره. الموضوع كله بيتقسم زي ما قلت لك في الاول لصوره، صوره شرح الحاجه اللي بتعملها، صوره ليك انت، وتكست بطريقه معينه وكم تكتشر والحاجات دي كلها، وشويه اضاءات. الموضوع كله بيبقى لعب على اضاءات. مع الوقت مع التوتوريال اللي هننزلها مع بعضينا، هنعرف برضه الاضاءات ازاي بتتعمل، وهنعرف نطبق حاجات احسن من كده كمان. بس كده، ده كان فيديو عن الثمبنيلز ازاي تتعمل، واتمنى اكون فدتك واكون يعني ساعدتك بطريقه كويسه. لو احتجت اي سؤال انا جاهز ارد عليك. وشكرا شكرا جدا لكل رسائلكم ودعمكم اللي بيوصل لي. اشوفك الفيديو اللي جاي.